السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة منزل أم تسنيم. اليوم غادي نحضر واحد الفقاس كيجي زوين، فقاس مالح كيجي زوين صراحة، شكل ومذاق. عندنا في المقادير ديال هذا الفقاس هذا غادي نديرو كيلو ديال الطحين، كيلو ديال يعني دقيق الفورس ديال الحلويات. نزيدو واحد الربعة ديال الزبدة كندوبوها، كتعطينا تقريبا كاس ونص ديال العنبة مذوبة. عندنا جوج كيسان ديال الماء دافئ، وعندنا معلقة نص معلقة صغيرة صراحة ولا الثلث تقريبا ديال هذيك الخميرة اللي كتكون فيها 8 غرام، ولا ثلث تقريبا ولا نصف. المهم من الاحسن يكون ثلث، ما كنبغيناش يخمر صراحة. معلقة كبيرة ديال الخردل حتى هي كنديروها ديال لا. من بعد كنا غادي نبداو نخلطو. كديروا هذيك الزبده الصراحه راه بقات كتبرد شي شويه، واخا ذوبتها مع الجو بارد كنحاولوا نحيدوها بحال هكا. ومن بعد ماشي مشكل كنحيدوها بالمعلقه، واخا بدات كتجمد شويه معليش. المهم حتى كنحيدوها كامله من الكاس. ومن بعد كنخلطو مزيان هذاك الخليط. صراحه كنحاول ندلكو العجينه مزيان يدخل فيها انا راه يدي شويه وجعاني، اليد اليسرى غادي نعجنها غير بيد وحده ماشي مشكل. غادي نحاول ندلك هذيك الزبده ندخلها في الطحين مزيان. كنحاولوا دائما الزبده كندخلوها مزيان في الطحين هي الاولى حتى كتدخل لينا مزيان. واللي عنده العجانه من الاحسن يستعين بالعجانه. انا صراحه ترى في الاول كنت باغيه ندير العجانه ونسيت شويه، لقيت راسي بقيت كنخدم بيديا. ماشي مشكل، انا صراحه موالفه كنخدم بيديا. كنديرو ديك المعلقه ونص معلقه الملح، معلقه ديال الملح ونص معلقه ديال البزار، حتى هي كندخلوها مزيان في هذاك الطحين ما حدو باقي يعني ناشف. عاد كنبداو نخلطو بالماء. عندي هنا جوج كيسان ديال الماء دافئ، وإلا ما كفانيش نقدر نزيد كاس ديال الماء. الصراحه راني زدت كاس ديال الماء، راه دخلوا ليا 3 الكيسان فيها. 3 ديال الكيسان جاوبني نيشان عبار. 3 الكيسان في هاد الكيلو ديال الدقيق مع هذيك الزبده جاب 3 الكيسان ديال العنبه. هادو هما يعني القياسات المضبوطين. انا صراحه ما كان نكيلش مزيان في هذا الشيء، ولكن بقيت كنحاول حيت بزاف ديال البنات كيقولوا لي نحاول نعطيهم القياسات مضبوطه. كنحاول ما امكن انني نقيس بهذوك الكاس العنبه. كيجيو 3 الكيسان في داك الكيلو ديال الطحين. دائما كندلكو مزيان هذيك العجينه وكنخليوها ترتاح واحد ساعه ولا ساعتين، من الاحسن حتى ساعتين ولا اكثر حتى كترتاح مزيان. كتعطينا هذا القوام هذا، كتجي على هذا الشكل، كتجي الصراحه زوينه. كنخليوها قاصحه شي شويه باش كتدلك لنا مزيان في المدلك، وكنخليوها ترتاح باش كتعطينا هذا الشكل. دابا عندنا شويه الطحين اللي كنرشوه في سطح العمل. عندنا هاد العجينه غادي نقسموها على 3 تقريبا ديال النكهات. النكهه الاولى كنديرو فيها الفرماج والزعتر، والنكهه الثانيه كنديرو الكيتشوب والهريسه. هاد الهريسه راه شويه حاره ما غاديش نكثر فيها. وعندي الخردل هو والمعدنوس مقطع. كنديرو الخردل والمعدنوس مقطع بجوج، والهريسه مع الكيتشوب والزعتر مع الفرماج. هادو هما النكهات كيجيو صراحه نكهات مزيانين مع بعضياتهم. كنحاولوا اننا نرشو سطح العمل، وكنبقاو نصاوبو كويرات ديال هداك العجين باش غادي نديرو فيهم عاد هاد النكهات. كنكورو كويرات صغار بحجم متوسط. المهم كل واحد على حساب كل واحد حسب الدلاك وعلى حساب المساحه اللي عندنا. كويرات ماشي كبار بزاف. ومن بعد كنحاولوا تقريبا ديك العجينه كلها نكوروها. من بعد كنخليوهم يرتاحوا كويرات صغار، وكنبقاو ندلكو عاد تما بلا مدلك، وكنبقاو نكهو على حسب هذاك الشيء اللي عندنا. وكاينين نكهات اخرين كل واحد يقدر يدير داك الشيء اللي متوفر عنده. اللي ما كايناش الهريسه نقدروا نديرو غير كيتشوب، ولا الا ما كانش الكيتشوب نقدروا نديرو غير الهريسه بوحدها حتى هي كتجي زوينه. الا ما كانتش حاره بزاف صراحه كتجي حتى هي زوينه. ولا غير زيت الزيتون وشي بحال الزيتون الا كان عندنا زيتون الكحل
كنديرو زيت الزيتون ندهنو شويه وكنديرو هذوك الزيتون الكحل طريفات مقطعين ولا كنطحنوه حتى كنطحنوه نديروه. المهم انا درت هذا الشيء اللي متوفر عندي. الفرماج نقدروا نعوضوه بفرماج محكوك، يعني اي فرماج كان عندنا ماشي ضروري هاد المثلثات هادو. انا غير هذا الشيء اللي عندي هو اللي راني حاولت نستعمل. ديما كنحاولوا نستعملوا داك الشيء اللي متوفر عندنا، ماشي ضروري نتكلفوا على راسنا باش نديروا واحد الوصفه. كنستعملوا دائما داك الشيء اللي عندنا متوفر في الدار. انا صراحه خدمت غير بهذا الشيء اللي عندي موجود، يعني حتى شي حاجه ما شريتها عاد زايده في هذه اللحظه هذه. كنحاولوا نقرصوا الكويره الاولى، كنطرقوها مزيان بالدلاك، كنسرحوها مزيان على سطح العمل، وكنحاولوا نقادو لها الجوانب باش ما كيجيش جهه كبيره على جهه. من الاحسن يجي على شكل بحال المربع، من الاحسن كيجي احسن من دائري باش حتى الجوانب ما كيجيوناش صغار ما كيضيعناش بزاف العجين. كنبدا اولا بهذه ديال الكيتشوب والهريسه. كنحاول ندير الكيتشوب ونخلطها هي والهريسه. بغينا نحاولوا نخلطوهم في شي طبيسيل صغير ولا كنخلطوهم بزوج عاد باش كنخدموا، نقدروا نديروا حتى هكاك. بغينا نديروها الطريقه هذه نديروها. المهم كنحاول انني هذيك العجينه كلها اللي عندي نلبسها بهذيك الكيتشوب والهريسه تجي على هذا الشكل هذا. غير شويه، اللي ما بغاش الهريسه ما يديرهاش كما قلنا، واللي ما بغاش الكيتشوب ما يديروش، واللي عنده شي حاجه يدير داكشي اللي متوفر عندنا في البيت دائما. كنحاولوا نلويو على هذا الشكل هذا، كنلويو على شكل فقاس كيعطينا هذا العمود هذا على هذا الشكل. كنعاودو نديرو العجينه الثانيه حتى هذا الشكل. كنحاولوا نقادوه ونحربلوه مزيان وكنوضعوه في الجنب، وكنحاولوا كنديروه في واحد الطبيسيله بحال هكا ولا شي صينيه. كنوضعوه على هذا الشكل جانبا، وكنعاودو نستخدموا القريصه الاخرى اللي كنا دلكناها بالمدلك. كندهنوها مزيان بالفخوماج. كنحاولوا اننا ندلكو الجوانب كامله، الوسط والجوانب على هذا الشكل حتى كنكملوها كامله على هذا الشكل هذا. وهذا الفرماج كما كنقولوا الا ما كانش عندنا متوفر هاد المثلثات نقدروا نستعملوا اي فرماج عندنا محكوك، يعني اي جبن ماشي ضروري هذا. انا غير هذا اللي كان متوفر عندي راني استعملته. كما قلت لكم من قبل كل واحد كيحاول يستعمل داكشي اللي كان عنده متوفر. ومن بعد كنحكو شويه ديال الزعتر على هذا الشكل هذا، كنحكوه بحال هذا الشكل وكنلويوه دائما. كنلويو القريصه ديالنا اللي قرصناها على هذا الشكل هذا حريبيله بحال الاولى، كنحربلوها بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نرخفوا شي شويه ما نزيروش العجينه ملي كنبقاو نلويو، ما كنزيروهاش بزاف. ومن بعد كنحاولوا نقادوها على هذا الشكل هذا بحال هكا، وكنهزو عاوتاني القريصه الاخرى كنقرصوها بالدلاك، كنطلقوها مزيان بالدلاك. كنديرو فيها الخردل او لا موطاد، وكنديرو كنعاود ندهنوها مزيان حتى هي، كنلبسوها مزيان لهاديك العجينه كلها كتدهن في الجوانب في الوسط. كنحاولوا نقادوها مزيان تجي متوازنه على العجينه كامله. عاد كنديرو دوك الرشيشات ديال المعدنوس على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نرشوا حتى المعدنوس مزيان في الجوانب وفي الوسط، كنقادوه مزيان فوق هذاك الخردل عاد باش كنلويو العجينه. وكنحاولوا نلويوها حتى هي كما قلنا بحال الشكل ديال اللي لوينا من قبل. كنرخفو شي شويه وحنا كنلويو، ما كنزيروش العجينه بزاف. من الاحسن ما تزيرش، كتبقى شويه مرخوفه على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنعاود داك المعدنوس كنقادو شي شويه على الجوانب ديال هذيك كلها من الفوق ديال هذيك الحريبيله ديال المعدنوس والخردل. ومن بعد كنزيد حتى شويه ديال الكيتشوب لهذيك اللي درنا فيها الكيتشوب من الفوق، يعطيونا هذوك الالوان حتى من الفوق كيجيو زوينين على هذا الشكل هذا. وديال
ديال الفرماج كنخليوها بيضاء على داك الشكل، كتعطينا الشكل ديال الفرماج في الابيض، اللون الابيض. من بعد ما خرجناهم كنديروهم في المجمد كما قلنا، وكنخرجوهم واحد الساعه تقريبا ديال المكانه، كيشدوا روسهم مزيان، وكنحاولوا نقطعوهم على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نقادوهم حنايا مثلثات ولا مربعات ولا كنخليوهم دائريه. انا راه ما خليتوش بزاف، ما جبنش معايا مزيان. نتوما الا بغيتيهم يخرجوا لكم دوائر، من الاحسن خليوه يجمد مزيان ساعه المكانه ولا اكثر. انا راه ما خليتوش صراحه بزاف، كنحاول نشكل بهاد الشكيلات بحال هادو، شكيلات على هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا، شكل مثلثات ولا مربعات ولا نخليوه دائري. انا درت لهم هكا، نقدروا نديروه باي شكل بغينا. ومن بعد كنشكلوا العجينه. راه عندنا كيلو تبارك الله ديال الدقيق، راه كيخرج لنا عجينه كبيره. كنحاولوا نديروا الاشكال اللي بغينا، ماشي ضروري هاد الاشكال هادو. انا راه كندير شكيلات اخرين، بس حر الفيديو غادي يجيني طويل. من بعد غادي نوري لكم الشكل النهائي ديالهم. كيجيو مختلفين على هادو، كيجيو مختلفين على هاد الشكيلات هادو ديال هاد الحريبيلات. من بعد غادي نوري لكم الشكل ديالهم. كيجي على هاد الشكل، وحدين كنديروا فيهم حبيبات ديال الجنجلان، ووحدين كنديروا فيهم حبيبات ديال السانوش، والباقي من بعد ما كنكملوه كيجيو على هاد الشكل هذا. دوك الحريبيلات اللي درناهم كبارين شي شويه، هادو ديال الكيتشوب، وهادو ديال هذاك الخردل مع المعدنوس، وهاد الاخرانيين ديال الفرماج مع الزعتر كيجيو على هاد الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقيصات ديالنا كاملين. درنا هادو على هاد الشكل ديال الزنجلان مع السانوج، خليناهم بحال هاد الشكل هذا. هادو جاو على شكل فقاص، هادوك دهناهم غير بصفار البيض. كلهم درناهم بصفار البيض، غير وحدين درنا الزنجلان وحدين السانوج، وحدين خليناهم هكاك. وهادو ديال الفرomage والكيتشوب والخردل مع المعدنوس كيجيو على هاد الشكل هذا. الصراحه كيجي شكل رائع في هاد الفقيقيس هذا ديالنا. وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تنساوش دائما تدعموني بلي لايك ديالكم الى عجبكم الفيديو، وبلا لي كومونتير ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.